ملخص الفصل 29 من رواية الولد الذي عاش مع النعام. العنوان: وعاء فخاري مليء بالتمر. بسم الله الرحمن الرحيم. كان سيدي إبراهيم راكبا على ظهر جمله المفضل، ومن بعده سارت بقية جمال القبيلة، وعندما وصلت الجمال إلى البركة شربوا جميعا، ثم قام سيدي إبراهيم بملء مجموعة من الأكياس الجلدية وربطها على ظهور الجمال. عندما انتهى من ذلك لم يستطع منع نفسه من تقصي آثار الولد الذي عاش مع النعام، ورأى كذلك آثارا لقطيع غزلان وأخرى لطيور الغربان والعصافير، ولكن الذي أثار انتباهه هو أن آثار النعامات تدل على أنها لم تكن في صف مستقيم، بل كانت محيطة بالولد، مما جعله يرسم في ذهنه صورة لهذا الولد وكأنه يراه رأي العين. فقد رأى آثار قدميه من قبل حينما كان الولد موجودا حول الفخ الذي نصبه الصياد لصيد الأسد الصغير، ورأى آثار قدميه حينما جاء الولد وخلص النعامة من الأسر، ورأى آثار قدميه في كل مكان مشى فيه مع النعام في هذه الصحراء الممتدة. لقد نجح سيدي إبراهيم في تحديد سن الولد من آثار قدميه، فقال: عمره 12 سنة أو 13 سنة. حينما وصل سيدي إبراهيم إلى خيمته رأى 3 سيارات جيب، ووجد زوجته قد فرشت سجادة على الرمل للضيوف، ورأى 5 رجال كان من بينهم ذلك الصياد لوك أوكونر. عندما أطفأ الأغراب مصابيحهم انطلق سيدي إبراهيم على ظهر جمله إلى البحيرة، وتقصى آثار الولد مجددا، وتبين له أن الولد حينما وصل البحيرة لم يسقط كثيرا على الأرض كما سقط في السابق. وقبل عودته إلى خيمته دفن وعاء فخاريا في الرمل بجانب شجرة أكاسيا مسنة جدا. انطلقت السيارات ال3 جهة الجنوب بناء على تعليمات سيدي إبراهيم. لم تدع النعامات هدارة يذهب إلى البركة وحيدا، بل كان السرب كله يرافقه. وحينما وصل هدارة إلى البركة دب الرعب في قلبه، فقد رأى آثارا لمخلوقات بشرية ودواليب سيارات، فازداد هلعه. وجد هدارة عكوك الفضولية تحفر في الرمل، فوجدت شيئا يستخدمه البشر أخرجه هدارة وبدأ يمضغ واحدة فوجدها حلوة، ثم تابع مضغ العديد منها. أكل سرب النعام من هذا الوعاء أيضا، ولم يذهبوا إلا بعدما فرغ الوعاء الضخم من التمر تماما. انتهى ملخص الفصل 29. شكرا لحسن استماعكم.